عمرك سألت نفسك أنا ليه موجود؟ ليه ربنا خلقني أنا وفضلني على مليارات ما اتخلقوش أساسا؟ في اللحظة دي الدنيا كلها بتسكت وكأن الزمن بيقف، لأنك سألت السؤال اللي بيهز الكون جواك، السؤال اللي ممكن يغير حياتك كلها. تخيل واحد عاش 40 سنة على وضع الطيران الآلي، كل يوم يصحى، يشتغل، يرجع البيت، ياكل، يتفرج على حاجة، يقلب شوية في الموبايل وينام، ويصحى تاني يوم يعيد نفس الدايرة. بس في ليلة وهو قاعد بيقلب في التلفزيون حس ان في حاجة غلط، حس انه عايش ميت، وسأل نفسه هو انا جاي الدنيا دي ليه؟ اكل، اشتغل، اتجوز واموت، بس كده؟ هي دي الحياة؟ هو انا اتخلقت عشان اكرر نفس اليوم طول عمري؟ كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا اتصدم. وأنكم إلينا لا ترجعون. الآية دي خبطته في قلبه، حاسس إنها اتكتبت له هو دلوقتي حالا، مش نازلة من 1400 سنة. بتقول له أنت مش عبث ولا صدفة، أنت مخلوق لرسالة أعظم بكتير مما كنت فاكر. وساعتها فهم إن السؤال ده مش بس بيغير الحياة، ده بيبدأ الحياة. في البداية أنا حابب أقولك إن كل الحلقات اللي فاتت دي إحنا كنا بنفك فيها مع بعض قيد ورا التاني علشان أأهلك للحلقة دي، فأبوس إيدك ركز معايا كويس. بسم الله، يلا بينا. أنا عايزك تبص حواليك، شوف السماء، البحر، الجبال، الطيور. هتلاقي كل حاجة في الكون ماشية بنظام، مفيش عبث، كل شيء ليه هدف. تفتكر ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق كل ده نسي يديك هدف؟ لا يا جميل، والله انت مش عبث، انت اتخلقت الهدف، في رسالة من ورا وجودك، رسالة عظيمة لو فهمتها كل حاجة في حياتك هتتغير، رسالة تحررك من كل قيود الدنيا وترد على كل الأسئلة اللي في ذهنك. يلا بينا نرجع لنقطة البداية ونكتشف سوا أعظم رسالة على الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا صريحة وبلغنا بيها من أول لحظة، من رحمته علينا ما سبناش نتخبط في الضلمة. بس عايزك تتأملها بتأني وما تستعجلش. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش مجرد آية، دي المفتاح، دي البوصلة. يعني أنا اتخلقت بس عشان أعبد؟ فين الحلم يا عم؟ فين الطموح؟ بس تعالى تعالى، وأنا مش قلتلك ما تستعجلش؟ السؤال هنا مش ليه تعبد، السؤال الحقيقي هل في شيء تاني يستحق تعيش عشانه؟ فلوس، شهرة، علاقات، ما كل ده بيتبخر. فانت عايزني بقى اقعد طول اليوم اصلي واصوم وبس؟ يا سيدي ربنا ما قالش كده، ابلع ريقك. ربنا يقصد العبادة بمعناها الأوسع، إنك تعيش برسالة، إنك تكون سبب نور في حياة حد، إنك تشتغل وتكد وتربي وتساعد ويكون كل ده لله. بمعنى لما تشتغل بإتقان دي عبادة، لما تساعد حد دي عبادة، لما تبتسم في وش حد مهموم دي عبادة، لما تسمع أمك وهي بتحكي لك عن حاجة بسيطة دي عبادة، لما تغسل معلقة علشان مراتك تعبانة دي عبادة، لما تطور من نفسك تتعلم تتعامل بأخلاق، كل دول عبادة. كل لحظة، كل فعل لو نيتك فيها لله بتتحول لعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو حياتك لله
فحتى شغلك، اكلك، نومك، ضحكتك عباده. تخيل تعيش حياه بسيطه لكنها عظيمه في ميزان ربنا. بس استنى، عارف امتى الرساله بتضيع؟ الرساله بتضيع لما تعيش كانك عابر سبيل، تايه وسط الزحمه وتنسى تسال انا بعمل ايه هنا، وتبدا تعيش على تيار المجتمع وتفقد المعنى واحده واحده. وكل ده لانك فقدت الاتصال بالرساله الاصليه. علم النفس بيقولك ان الانسان اللي مش عارف هدفه بيضيع، بيشغل نفسه بالحاجات اللي على الهامش وينسى المعنى. مع ان رب الكون بيقولك انت مخلوق عشان تعيش المعنى، مش عشان تموت في اللا معنى. صدقني لسه في وقت، دايما في وقت. طالما قلبك لسه بيدق ولسه نفسك بيخرج، يبقى لسه في رسالة ولسه في فرصة تعيشها. علشان تعيش الرسالة اللي ربنا خلقك ليها، في 3 مفاتيح لازم تفتح بيهم طريقك. النية. ربنا مش بيبص لحجم أعمالك، إنما بيبص لقلبك ونيتك. إنما الأعمال بالنيات. فلو نيتك لله، حتى كوباية المية ممكن تكون سبب في دخولك الجنة. نفس الفعل ممكن يكون عبادة أو مجرد عادة، والفرق النية، الإتقان. كل حاجة بتعملها اعملها بأعلى جودة تقدر عليها، مش عشان الناس، علشان ربنا بيحب الإتقان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني حتى لو بتغسل معلقة اغسلها بإتقان. الأثر. الناس اللي عاشت أعظم رسالة سابوا بصمة، سابوا أثر. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني الناس تفضل تفتكرك بالخير، مش بس بالذكريات لكن بأثر يغير حياة ناس بعدك. اسأل نفسك دلوقتي، لو مت النهاردة ايه اللي هيفضل فاكرينه الناس عنك؟ ايه اللي هينكتب في كتابك بعد ما تمشي؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني انت مش شخص عادي، ده انت من أمة ربنا نفسه قال عنها خير أمة. افهم، انت مش بس جاي تعيش وتفهم رسالتك، ده انت كمان جاي توصل الرسالة. يعني ايه؟ يعني كل كلمة حلوة بتقولها، كل معلومة بتنشرها، كل خير بتدفع بيه الشر، ده كله جزء من الرسالة. كل واحد فينا عنده بصمة فريدة، مفيش نسخة تانية منك، ومفيش حد يقدر يعيش الرسالة اللي ربنا خلقك ليها غيرك انت، واداك مهمة. إني جاعل في الأرض خليفة. ايوه، دي مش بس الادم، دي ليك انت خليفة، انت رسالة، انت فرصة التغيير. صدقني الرسالة دي مش بتخنقك، دي بتحررك. لما تعرف انك عبد لله، مش هتفضل عبد للناس ولا للفلوس ولا لآراء المجتمع ولا لقيودك القديمة. السؤال دلوقتي عندك، هتعيش زي قبل كده ولا هتبدأ من النهاردة تعيش أعظم رسالة في الكون؟ خلي بالك الوقت بيجري والأيام بتعدي، وكل واحد فينا بيقرب من لحظة النهاية. ودايما افتكر ان انت عبد لرب عظيم بيحبك وبيسوقك لغاية ما توصل للرسالة دي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لو الحلقة دي لمست قلبك، خد لحظة واسأل نفسك، أنا فعلا عايش للي ربنا خلقني عشان، ولا تايه في الزحمة وتفاصيل الحياة؟ اوعى تعيش حياتك وتيجي في آخرها تكتشف إنك ما كنتش فاهم هي ليه أصلا بدأت. ابدأ من النهاردة، ارجع لنقطة البداية، ارجع لربنا، ارجع للمعنى الحقيقي لحياتك وبس. السلام عليكم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت.